السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم ديليتسيا كويزين. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في اعداد البيستيك. كيجي لذيذ وهشيش ورطب. غنحتاجو البيستيك. بالنسبه للبيستيك الكميه كتبقى على حسب اعداد الافراد العائله ولا الناس اللي غادي ياكلوا معكم. فص ديال الثوم، حامضه، قليل من الابزار، ملح، دقيق، زيت والربيع. غناخدو واحد المقله وغادي نقطعوا فيها داك الفص ديال الثوم وكنضيفوا عليه زيت بلديه وكنديروه فوق البوطه كيتشحر. كتقلى لينا داك الثومه حتى كتطلق داك النسمه كناخدو البيستيك ديالنا كندوزوه في الدقيق. بالنسبه للدقيق نقدروا نديرو فورس ولا قمح اللي توفر عندنا. تندوزوه في الدقيق نرميوه في المقله فوق الثوم. الثومه اللي بغى يحيدها كيحيدها، اللي بغى يخليها حتى شويه كتطلق المذاق عاد كنحيدوها واخا ماشي مشكل. اللي تيبغيها هكاك تبقى ماشي مشكل. غير كيبدا كيطيب لينا داك البيستيك تنعصروا عليه الحامض باش داك الحامض كيطيب يكمل الدجاج الطيب ديالو في الحامض. كنعصروا واحد الكميه تقريبا واحد 2 معالق ولا 3 تقريبا نص حامضه. كنعصروها تنقلبوا داك الدجاج كيكمل الطيب ديالو في داك الحامض باش كيجي بنين وكيجي رطب. من تيقرب الدجاج يطيب لينا كنزيدوا عليه واحد شويه الربيع. اللي ما بغاش يدير الربيع يقدر يعوضو باليازير. فاليازير المذاق ديالو كيتواتى مع الدجاج ومع الثومه كيجي حتى هو رائع. ما نساوش الملح والابزار. كنديروا واحد الرشه ديال الملح ضروريه والابزار صافي وكنهزوا الدجاج ديالنا منا كيتحمر. هاد الدجاج نقدروا نرافقوه مع كيمشي مع جميع الاطباق، يا مع الرز يا مع لي باط يا مع شي شلاضه ديال الخس والمطيشه والخيار. مع اي حاجه كتقدر ترافقه. واللي كيميزو كتر هو انه سريع التحضير. عندك 10 دقائق ما كايناش غادي تقدر توجدو فيه سرعه. صافي كنبقاو على هاد الوتيره حتى كنكملو. هذا هو الطبق النهائي. ندوزو للطبق التزيين. كنحطوه بحال ما كنرافقوه مع اي حاجه يا خص بحال كمع كيمشي مع الخضوره ومع الحموره ديال المطيشه. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم. ما تنساوناش من لي لايك والدعوات ديالكم. ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم.